هنبدأ فيلمنا مع بنت بتلعب كورة في مدرستها وبتكون اسمها آكي، وبتتخانق مع زميلها يوب علشان شد شعر زميلتها إليشا علشان ياخد منها الكرة بالعافية. بس آكي بتاخد الكرة منه وبتجيب جون وبتكسب فرقتها. وبتعرف المدرسة بتاعتهم إنهم بيتخانقوا على طول، وبتقول لهم إنهم لازم يتعاونوا علشان يكسبوا دوري المدارس. وبتروح تاني يوم المدرسة وبيحاول يوب إنه يرخم عليها، بس آكي بتسحب منه التليفون وبيقول لها إنه هيستناها بعد المدرسة. وبيستناها فعلا بعد المدرسة وبيضربوا بعض لحد ما بتيجي المدرسة علشان تحجز ما بينهم. وبتقع من آكي سلسلتها اللي بتحبها، فبيقول لها لورنس إنه هيدور عليها وبيقول لها إنها لازم تروح البيت. ولما بتروح بتشوفها أمها وبتكون عرفت إنها اتخانقت تاني. وبيعدي اليوم وبتكون آكي بتذاكر جنب أمها وبتلاقي نفسها بتنزف، فبتاخدها أمها للدكتور وبيطلب منها إنها تعمل شوية تحاليل. وبترجع مدرستها وبيعرف يوب إنها راحت للدكتور، فبيروح لها بعد المدرسة يطمن عليها وبيديها سلسلتها وبيمشي. وبتروح البيت وبتحس بصداع خفيف بس ما بتهتمش بيه. بتروح تاني يوم المدرسة وبتلاقي أبوها وأمها جايين ياخدوها علشان يروحوا المستشفى لأن نتيجة التحاليل بتاعتها طلعت. وبيروحوا المستشفى وبيقابلوا دكتور فين المسؤول عن حالة آكي، وبيقول لها انهم مسمينه ابو شنب علشان مربيه. وبتساله لو عندها سرطان ولا لا، فبيقول لها انه في احتمال انها تكون متصابه بيه لانه بيجي للاطفال اللي في سنها و80% منهم بيتعالجوا. وبيبدا يشرح لها اعراض المرض وازاي هيحاولوا يتغلبوا عليه. وبيقول لها انهم هياخدوا عينه من النخاع العظمي بتاعها، بس ما تخافيش هتكوني نايمه ومش هتحس بحاجه. وبياخدوا منها العينه وبيطلع عندها لوكيميا وهو سرطان الدم. وبيقول لها انها لازم تفضل في المستشفى للعلاج. وبتاخدها ايفيدا الممرضه وبتعرفها على المستشفى وعلى الاطفال زمايلها. وبتلاقي بنت بتتعالج معاها سلسله خرز، فبتسالها آكي عنها وبتقول لها انها بعد كل جلسه علاج بتاخد خرزه بتحطها في السلسله بتاعتها. وبيكون اصحابها في المدرسه مفتقدينها وبيدعوا لها انها تخف. وبيكون يوب بيدعي لها وبيتمنى انها ترجع لانها احسن واحده بتلعب كوره في الفصل وما ينفعش يلعبوا من غيرها. وبعد اول علاج كيماوي بتحس آكي بتعب وبيجي الدكتور فين يطمن عليها، فبتقول له انها حاسه بالتعب وبيقول لها ان العلاج بيخلي مناعتها ضعيفه جدا قدام اي فيروس. وبعد كده بتقول المدرسه لزمايل آكي انهم يرسموا لها صور ويبعتوها لها في المستشفى علشان تعلقهم حواليها. وبتحاول ايفيدا الممرضه انها تهون عليها وبتحط ايدها على شعرها وبتلاقيه انه ابتدى يقع. وبتقول لها انها تعمل لها قصه شعر جديده. وبتمر الايام وبيزيد الخرز في سلسله آكي. وبتكتب رساله لاصحابها تشكرهم على كل الرسومات اللي بعتوها ليها وبتحكي لهم عن مراحل العلاج في المستشفى. وبتقول لهم انها قربت تخف وبيبقى مسموح لثلاثه انهم يروحوا يزوروها في المستشفى. وبتختار المدرسه إليشا ولورنس وإبرام وبيروحوا يزوروها وبتكون فرحانه جدا لما بتشوفهم. وكل واحد فيهم بيكون جايب لها هديه. وبيجي لها الدكتور وبيطمنها انها بدات تتحسن وانها ترجع لمدرستها قريب. وبيبدا يتكلموا عن تشكيله الفريق اللي هيلعبوا بيها لما تخف. وبيجي الوقت علشان تختار باروكه شعر علشان شعرها وقع بسبب الكيماوي. وبسبب انها ابتدت تتحسن بيخلوها تروح لزمايلها في الفصل وبتقرر انها تقابلهم من غير باروكه. وبيكونوا كلهم فرحانين انها جت تزورهم وبيعملوا لها حفله علشان هي جت تزورهم. وبتجلع آكي الطاقيه بتاعتها وبينصدموا الطلبه من شكلها لحد ما واحد منهم بيهزر وبيضحكوا مع بعض. وبتحاول آكي انها تلعب معاهم بس بتدوخ وبتقع على الارض. وبعدها بتنظم مدرستهم رحله علشان يشوفوا جامعه CU اللي آكي نفسها تروحها لما تتخرج من مدرستها. وبيتجمعوا عند الجامعه وبتبدا جولتهم. واول ما بتدخل آكي بتلاقي ان ممنوع لبس الكاب في الجامعه. وبيشوفها واحد بيتنمر عليها وبيرمي لها الكاب بتاعها، بس بيشوفوا يوب وبيخليه يرجع لها الكاب بتاعها. وبتروح آكي ليوب علشان تشكره وبتروح تاخد جلسه علاج تاني وبتزود خرزه في السلسله بتاعتها. وبيجي لها الدكتور بتاعها وبتقول له انه يعالجها ويخليها ترجع زي الاول، ولو ما عرفش هيحلق شنب. وبيزورها اصحابها وبيقول لها دكتور فين ان نتيجه تحاليلها الاخيره ايجابيه وانها ممكن ترجع لمدرستها تاني. وبتطلب من امها انها تروح مع اصحابها رحله التخييم وبتحاول تقنعها انها تروح معاهم وانها هتبقى هاديه ومش هتعمل مشاكل. وبتطلع الرحله معاهم وبيقعدوا يلعبوا ويتسلوا سوا. وبتطلع آكي فوق شجره عاليه بس بتخاف انها تنزل لوحدها، بس بيشوفها يوب وبيساعدها انها تنزل من على الشجره. وبيتاسف لها انه ما راحلهاش المدرسه وبيقول لها انه متعقد منها من ساعه ما اخوه مات فيها. وبتعمل تحاليل تاني وبيقول لها الدكتور ان الخلايا السرطانيه وصلت للدماغ وما بقتش سهل، بس هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يعالجها وما يحلقش شنب. وبتيجي إيفيدا علشان تاخد آكي لجلسة العلاج بتاعتها. وبتتعصب آكي وبتكسر كل حاجة حواليها وبتقطع السلسلة بتاعتها وبيقع منها كل الخرز علشان العلاج ما بيجيبش نتيجة. وبترفض انها تعمل الأشعة بتاعتها لحد ما بتهديها إيفيدا. وفي الوقت ده بيوصل لمدرستها خبر ان آكي تعبت اكتر من الاول مش هتقدر تشوفهم قريب. وبيضايق اصحابها وبيكونوا خايفين عليها لا تموت. وفي يوم بيجي الدكتور فين وهو حالق شنب، فبتفهم آكي ان علاجها صعب وهتموت قريب. وبتعرف المدرسه ان آكي ممنوعه من الخروج من المستشفى وانها مش هتقدر تشاركهم البطوله اللي كانت نفسها فيها وانها هتشيل اسمها من خطه اللعب. وبتقول لهم إليشا
انها تلعب مكانها زي ما وعدتها، وبيسالها يوب لو ممكن تيجي تتفرج عليهم حتى لو هيجيبوها بالاسعاف، بس بتقول له انه مش هينفع انها تخرج من المستشفى نهائي. وبيقرر يوب ولورنس انهم يروحوا المستشفى ويكلموا الدكتور فين على فكره الاسعاف، بس الدكتور بيقول لهم انها في مرحله متاخره جدا من المرض وما تقدرش انها تتحرك من المستشفى. وبتيجي فكره في دماغ يوب وبيقولها لليورنس وبيبلغ بيها كل اصحابه، وبيتفقوا انهم ينفذوا تاني يوم وبيروحوا لها تاني يوم وبيحركوها بسريرها وبيقولوا لها انهم عملوا لها مفاجاه، وبيحطوا السرير بتاعها جنب البلكونه، ولما بتبص من الشباك بتلاقي كل اصحابها موجودين تحت في الجنينه وعاملين ماتش مع بعض ضد الممرضين في المستشفى. وبتسمع تعليق ابراهيم على الماتش من خلال التليفون اللي معاها، وبيبدا الماتش وبتكون آكي في منتهى السعاده لحد ما بتموت وهي على سرير المستشفى وبتضحك. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.